السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا البنات، فيديو جديد على القناة، قناتكم دائما جمالك مع حنان. اذا كنت اول مرة كتقومي بزيارة القناة كنتمنى انك تدعميني وانك تخلي لي اشتراك وتخلي لي لايك. كذلك حبيباتي القدامى، مرحبا بكم والف الف الف مرحبا في قناتكم دائما جمالك مع حنان. فيديو جديد البنات. اليوم ان شاء الله جيت غنهضر لكم على واحد الموضوع اللي زعما لقيته فبعد الفيديو الاخر اللي حطيت لكم البنات على زعما شنو الحاجه اللي فيك وما غاديش تخليك تزيدي في الوزن، وشنو الحاجه اللي فيك وما غاديش تخلي صحتك تكسبيها. فالحاجه اللي كنت هربيت عليها هي العصب. يعني الا كنتي معصبه وكنتي عندك تشدي في خاطرك بزاف، وكنتي تشدي وتركزي في المشاكل بزاف، فقلت لكم ما غاديش تشدي صحتك، ما غاديش تكسبيها. فلقيت بزاف ديال التعاليق، بزاف ديال البنات اللي قالوا لي انتي غير هضره هكاك، غير زعما تهضري هكاك ما حاساش بينا. كيفاش غنشدو مثلا المشكل وغنحطوه؟ واش هاد لي ساهله؟ واش لا شوفوا انا انا زعما شوفوا انا أه تقبلت الراي ديالكم، تقبلته فريمون، فهمت هضرتكم زعما شنو بغيتو تقصدوا. نتوما كشخص كتحسوا انه ما ساهلش انكم عندكم مشكل وتشدوا تحطوه وتقولوا لا خليه غيتحل، ماشي نخليه غيتحل زعما تبردوا معاه. تقبلت هضرتكم علاش؟ حيت انا كنت في حالكم. انا كنت الا كان عندي شي مشكل ما كنتقبلش شي واحد يجي يقول لي بردي غير خليها استغفري غادي تحل. لا، كنت كنبقى شاده معاه مزيره، انا وياه مزيرين، هو يجر وانا نجر هكذا. زعما كنت عصب بزاف مع المشكل، وكنت كنبقى تابعه وراه ما كيتحلش فريمون، ما تيتحلش. دونك وكنت كنجيبها في صحتي، كنجيبها في صحتي، يعني كنمرض كنضعف وفي الاخر منين فقت براسي لقيت راسي انني ما شديت حتى شي حاجه، يعني ما المشكل تحل، ما كسبت صحتي، ما عشت مرتاحه، ما حتى شي حاجه، يعني زعما والو غير مشاكل وصافي. اذا البنات شنو كنهضر معاكم دابا؟ كيفاش تخلصي مثلا، كيفاش تقدري تاقلمي مع المشكل، تاقلمي معاه، تصاحبي معاه باش تعيشي حياتك مرتاحه. حيت الا كنتي غادي تشدي مشكل كيف ما كان هذا المشكل كيف ما كان غتقضي عليه بثلاثه الحوايج. ثلاثه الحوايج غتقضي عليه. اول حاجه انك تستغفري الله، تستغفري الله وتستغفري الله بزاف. الاستغفار البنات عنده واحد القدره عجيبه على انه يحل لك المشاكل. انتي عندك مشكل تستغفري الله، تستغفريه وبردي. تاني حاجه البنات هو انكم منين يجي الله مثلا عندك واحد المشكل، حاولي انك تكوني قويه، حاولي انك تكوني قويه. انتي قوي راسك. مثلا قبل ما نبغي نعس في الليل غادي نحط راسي على المخده وغادي نقول انا الغد غنصبح بعزيمه قويه ان شاء الله، غنصبح بعزيمه قويه. انا الغد ان شاء الله غادي تكون عندي واحد الطاقه ايجابيه. غدا ان شاء الله غادي نفيق، غادي ندير وغادي ندير وغادي ندير. غدا ان شاء الله غادي زعما غادي باش زعما وشوفي وحاولي انك في دماغك ترسمي واحد النهار زوين. الغد رسميه نهار زوين في دماغك. صدقيني الغد غادي بصح غدوزي واحد النهار زوين. العكس البنات، الا كنتي مثلا يلا حطيتي راسك على المخده ونعستي وفي الليل كتقولي سيدي ربي شنو غدا غيتسناني ومتسناني هادي وهادي، وعندي مشكل في الخدمه، وعندي الشقه، وعندي مشاكل في الدار، وعندي 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 وعندي، فاوتوماتيكمون فاش غتفيقي غدا ان شاء الله غادي يكون كلشي المشاكل تجمعوا لك وتزادوا عليك، حيت انتي عطيتي راسك طاقه ايجابيه، انتي طاقه سلبيه، انتي وجدتي راسك المشاكل، انتي حليتي ليهم الباب. العكس ان كيفاش غتكوني صبحتي بطاقه ايجابيه وصبحتي ناشطه وفرحانه وزعما وعاجبك الحال ومرتاحه، فهداك النهار صدقيني غادي يدوز زوين. حتى الا جا فيه شي مشكل، حتى الا طاح زعما طرا فيه شي مشكل زعما غير خفيف، غادي تحسي انك عندك القدره انك تقبلي هذاك المشكل، عندك القدره انك توقفي في باب هذاك المشكل، وعندك القدره انك تحملي هذاك المشكل. البنات ما تخليوش المشكل يطيحكم.
اكيد ان اي مشكل كيطيح، ولكن توقفي من بعده. الخيبه هي لا طحتي وما نطيش، هذيك هي الخيبه. الا جا المشكل وطيحك، عادي، نوضي، وقفي وجمعي النوضه وتنقدي وقولي لا، نوض، نوقف، نكون مرا، نجمع راسي. العكس الا طحتي وبقيتي طايحه، بقيتي طايحه، المشكل تاني غيزيد يطيحك، المشكل الثالث غيزيد يطيحك. اشنو غيولي؟ غتولي تحسي براسك انك مدفونه، انك حياتك مظلمه، انك ما قادراش تعيشي حياتك، انك ما قادراش تاقلمي ولا تخرجي من هذيك الدوامه اللي دخلتي فيه، اللي دخلتي انت راسك فيها، دوامه ديال المشاكل انت دخلتي راسك فيها. ماشي معنى هانتوما البنات مثلا، كنطلب منكم في هذا الفيديو ان كل وحده، خصوصا البنات اللي قالوا لي ما سهلش، انت غير كتهضري، واش ساهل اننا نجيو نحطوا المشكل ونخليوه زعما ونزيدو. بغيتكم تحطوا لي المشاكل اللي كتواجهكم، بغيت نعرف انا شنو هذا المشكل اللي عندكم وما خلاكمش تنوضوا. البنات راه انا اللي كنهضر معاكم، راه كنظن انا المشاكل اللي زعما الحوايج اللي او الصعوبات اللي عشتها و ما غتكونش شي وحده معايا هنا عاشتها. ورغم ذلك البنات نط، وقفت وتنقطت وقلت لا، خاصني نوض، خاصني نوقف، خاصني نعاود نشوف شنو ناقصني في حياتي، خاصني نتاقلم مع الوضع، نلتجئ لله، اكيد بالصلاه، بالاستغفار، بالدعاء البنات، وكذلك بالطاقه الايجابيه، كذلك بانني حيدت من قدام عيني شي حاجه سميتها غادي نبقى نبكي على المشكل، غادي نبقى نفكر فيه، غادي نبقى غير تابعه، لا. اكيد ان انا عندي مشاكل، راه ماشي زعما ما عنديش مشاكل، عندي مشاكل، عندي صعوبات، عندي وعندي 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 وعشت بمشاكل هي اللي رجعتني هاد الشخصيه ديال دابا. المشاكل اللي قبل هما اللي رجعوني هاد الشخصيه اللي كنهضر معكم دابا. فكما قلت لكم ديجا قلتها لكم في واحد الفيديو اخر، تعرضت لاجهاضات متكرره، يعني مع الناس دخلوا معنا اجهاضات متكرره، يعني ان فوا تنحمل تنكمل شهرين تيمشي، تنحمل تنكمل شهرين تيمشي. تصوروا الناس كل 3 شهور كنحمل كي ما كاين والو حتى يحصل لي اجهاض. يعني الا كنت الحماق كنت غادا نحماقو، الا كان الحماق في هذيك الفتره كنت غادا نحماقو. يعني بزاف 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 البنات، يعني ان فوا تنتفكر تيغرغروا لي عينيا. دونك فكنت داخله في ديك الدوامه ديال المشاكل، كنبكي وماشي بركت، شديت ايدي وقلت لا صافي تيتاحوا ليا، تيخسروا تيموتوا لي، صافي غنبرك. لا، ما بركتش، وانما قلبت، بقيت كنمشي عند طبيب لطبيب. واهم حاجه، واخا الطبيب واخا الدواء، اهم حاجه البنات هي انني التجأت لله، هي انني كنت كندير قيام الليل. هادشي بيني وبين الله. ولكن البنات بغيت نقول لكم نتوما باش نتوما تاخذوه كعبره. يعني قيام الليل غزاله البنات، غزال كيحل بزاف المشاكل. الاستغفار، الصلاه في وقتها، الدعاء البنات، الدعاء. وفاش طلبوا ماشي غير طلبي شويه لا، كوني لاحوحه مع الله، كوني يعني تقربي ليه وانتي كتبكي وانتي ضعيفه، ماشي صافي غدعي مره وحده داك الدعاء ديال الزربه وتنوضي، لا، كوني ضعيفه، سجدي وبقي طولي في السجود. الا طولتي في السجود غادي تلقاي واحد الراحه، سبحان الله، غادي تفتح لك بزاف الابواب، غادا تفتح لك. كيف ما كان هذا المشكل، منين غادا تلتجئ الى الله وغديري ايمانك بالله غتقولي انا ايماني بالله، الله غادي يعاونني يحل لي هذا المشكل. دونك غادي يتحل، غادي يعاونك سيدي ربي. وحتى الا ما تحلش غادي يبرد لك نفسك غادا تبرد. فكما كان البنات المشكل تنقول كما كان المشكل مادي ولا هذا، تنقول ما غاديش يكون قد انك تفقدي الجنين ديالك.
بالنسبه لي انا، يعني كيف ما كان هذا المشكل كنظن انه ما غادي يكونش في الصعوبه وفي الاحساس ديال انك كتحلمي انك تكوني وكتحلمي بالامومه، وفي الاخر اون فوا تتفرحي وتتبسطي وبقى عمرك ما شديتي شي بيبي في ايدك زعما تتفقديه. يعني كنظن هذه طوب ديال ديال زعما كاينه شي حاجه اللي غتخليك تشدي في خاطرك. دونك كما قلت لكم ها انا تقبلتها. كما قلت لكم المره الاولى، المره الثانيه، صافي المره الثالثه حاول. المره الاولى صافي نتعصب تنبكي، المره الثانيه المره الثالثه كما قلت لكم التجأت لله. وثاني حاجه البنات هي انني كما قلت لكم جريت على راسي. الناس اللي عندكم مشكل طبي ما تخليوكمش في طبيب واحد. من تجربتي انا ما تخليوكمش في طبيب واحد، الاول والثاني والثالث والرابع احسن تاكد انهم قالوا لي نفس الهضره. ديك الساعه عاد باش نافونسي نمشي نختار الطبيب اللي فيهم كومبيتون، اللي نحس بيه انني ارتحيت ليه، واللي نحس بيه انه كيخليني انني نهضر، انني ندوي على المشكل ديالي. يعني ماشي غير الطبيب كتدخلي عنده تيكتب لك وتيقيد لك وتيقول لك يلا الله يعاون، لا، نشوف الطبيب اللي غادي يخليني انني نحس راسي، او الدكتوره اللي تخليني انني نحس راسي مرتاحه معاها. يعني نقول لها المشكل اللي عندي، اي حاجه حسيتها نعاودها ليها ونحس بها انها تتقبل، يعني تعطيك الوقت، تعطيك الخاطر انك تهضري معاها. ماشي الطبيب اللي ما عندوش الوقت، عنده الكابيني عامره تدخلي دغيا طق 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 يلا الله يعاون. هذا هو المشكل اللي كنت طحت فيه بالنسبه كما قلت لكم لهادشي اللي عشت فيها البنات. فعافاكم البنات، حاولوا انكم تأقلموا مع الوضع. كنت انا فما كنحس براسي مزيره وانني معصبه وانني هادي فكنت كنلتجئ لله، كنت كنصلي. وثاني حاجه البنات، كنت كنتفرج في لي فيديو ديال الفقي الله يرحمه، فكانوا كيريحوني وكانوا كيعطوني واحد الطاقه ايجابيه انني شويه ننسى. فهمتوا؟ كانوا يعني كيخليوك فكتشوفي المسيره ديالته كيفاش دازت، هو كتقولي حتى شي حاجه من انا اللي دزت منه. يعني علاش البنات، علاش نضيع صحتي، نمرض، نمشي عند الطبيب، نخسر فلوس وعلى حتى شي حاجه. فالبنات حاولوا عفاكم انكم تبردوا النفس فيكم وانكم تستغفروا. وكذلك البنات اللي قالوا لي لا راه ما ساهلش حالا، راه ما ساهلش نجيبوا المشكل ونحطوه، راه ما ساهلش حالا. شوفوا الا جرات لكم شي حاجه راه حتى واحد ما يعقل عليكم، راه اللي بانت فيكم راه حتى واحد، حتى كنتو كتعصبوا على قبل رجالتكم ولا على قبل حتى هذاك الراجل اللي انت غاديه تعصبي عليه وغاديه تضيعي حياتك على قبله، راه ملي غتبان فيك ما غاديش يعقل عليك. اكيد كاينين ولاد الناس البنات، كاينين ولاد الناس اللي كيهزوا بالمراه وكيقدروها وكي زعما كيوقفوا معاها في الحلوه وفي المره. وكاين ما كنعممش، اكيد ما كنعممش، حيت انا الحمد لله عندي زوج متفهم. ولولا التفهم ديالو البنات ما كنتش وصلت لهذا الشيء اللي وصلت ليه انا، ما كنتش خرجت من هذا النمط اللي انا كنت عايشه فيه، ما كنتش تخلصت من هذاك المشاكل اللي كنت عايشه فيها. دونك كان متفهم. لو كان شي زوج اخر كان غادي وسط هذيك المشاكل ديال الاجهاضات وهذه كان غادي يطلع ليه الدم وكان غادي لا الحمد لله. فداك الشيء علاش كنقول لكم البنات ما نعممش. ولكن الا كنتي عارفه انك غادي تضيعي صحتك على قبل زوج ما كيستاهل، ماشي ما كيستاهلش، يعني كتحسي بانهم غير مبالي بك، وانتي كتعصبي وتتفقسي وتتهادي. فاكيد البنات اكيد ما غاديش يعقل عليك، يعني غتبان فيك ما غاديش يعقل عليك. دونك البنات سواء كان كما قلت لكم ماشي غير بالضروره الزوج، سواء الخدمه، حتى الخدمه الا كنتي تعصبي في الخدمه راه خدمه، راه غتمشي حتى غيجيب وحده اخرى، راه زعما مشيتي اللي غتحسي براسك هازه هذيك المنصه هذيك الخدمه كامله. الا مشيتي انت ما غاديش يجيبوا، بالعكس الا مشيتي انت راه الالاف واقفين حدا الباب باش يدخلوا يشدوا بلاصتك وغادي ينجموها كما انت منجماها. دونك انت الا كنتي تتعصبي في الخدمه ندير خدمتي كما يجب، غير هي انني نتعصب وانني ندير شي حوايج اللي غادي نخرجوا لي على صحتي، بلاش مني انا، بلاش. فهمتوا البنات؟ حيت ملي غتبان فيك ما غتنفعك لا خدمه، ما غتنفعك لا هادي غتعفك راسك. ملي غتشدي المخده وغادا تبداي توجعي وغيجيك شي يشدك العصب، يشدوك الامراض، ما غادي ما ينفعك حتى واحد.
راسك بوحدك غتكوني شاده. اكيد غيكونوا دايرين بك عائلتك، امك باك، المهم العائله المقربه ليك غادي يواسيوك، ولكن انت اللي غتحسي بالالم، انت اللي غادي زعما تحسي بالالم، انت اللي غادي شنو غنبلا، انت اللي غتعيشي هذاك الموقف انت اللي غتعيشي. تقدروا هذيك الناس اللي قراب لك واللي كيبغيوك بزاف تقدري انت غير تمحنيهم معاك، انهم يقدروا يبقاو يشوفوا فيكم قادرين يديروا لك والو. البنات العصب راه كيدير امراض خطيره خطيره. فبردوا البنات، بردوا كما قلت لكم. راه المشكل غيتحل، ولكن الصحه هي اللي ما كترجعش. بسلام البنات، طولت عليكم في الفيديو، ولكن البنات كنت باغيه نهضر معكم فريمون، كنبغي نعاون يعني، خصوصا انني كنلقى بزاف التعاليق ديال بزاف البنات اللي كيعانيو من هاد المشاكل. سلام البنات، دمتم في رعايه الله وحفظه، دمتم سالمين غانمين، حتى نلتقي في فيديو قادم ان شاء الله. سلام البنات.